بعد الخسارة الأخيرة اللي تعرض ليها نادي النصر السعودي قدام الاتفاق بنتيجة 3-2، الجماهير النصراوية بدأت تتكلم وتعبر عن غضبها، وكان أكتر لاعب اتسلطت عليه الأضواء هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. الجماهير بدأت تطالب برحيله، وقالوا إنه بقى عبء على الفريق بدل ما يكون إضافة قوية ليهم، وده طبعا رأي مثير للجدل. النصر كان متقدم في المباراة 2-1، لكن في آخر دقايق الاتفاق قلب الترابيزة وسجل هدفين في الدقيقتين 82 و 89، وخلى النصر يخرج من اللقاء بخسارة قاسية. بعد المباراة بدأت الانتقادات تلاحق رونالدو، وقالوا انه مش بس بيضيع فرص كتير، لكن كمان تأثيره على أسلوب لعب الفريق بقى سلبي، لأن الفريق بيلعب من غير صانع ألعاب حقيقي، وده مأثر على الأداء بشكل عام. كمان بعض الجماهير شافوا ان رونالدو هو السبب في تغيير مركز المهاجم الكولومبي جون دوران اللي جاي من أستون فيلا الإنجليزي، وإنه بقى مضطر يلعب جناح بدل ما يكون مهاجم صريح، وده خلاه يفقد بريقه وقدرته التهديفية، وده طبعا مأثر على الفريق كله. غير كده على منصة اكس حساب فيوتشر اللي بيتابع المواهب السعودية كتب كلام قوي جدا على رونالدو، وقال: والله لن تفلح ورونالدو بفريقك، لا توجد مشكلة غيره، هو سرطان، هو مصدر الضعف. وده كان تعبير صادم جدا يعكس مدى الغضب الجماهيري عليه. أما حساب أسطورة الأرجنتين فكتب: فرصة قتل المباراة أضاعها رونالدو، النصر بوجوده يلعب بلاعب ناقص، لا هو يرجع ويساند ولا هو مفيد في الهجوم، بمعنى أن وجود رونالدو في التشكيلة بيخلي الفريق يلعب وكأنه ب10 لاعبين بس. لكن في المقابل في ناس شايفة ان الكلام ده كله ظلم كبير لرونالدو، وانه لسه هو اللي شايل الفريق وبيحاول يقوده لتحقيق البطولات حتى لو الفريق مش في افضل حالاته. واحد من المشجعين كتب: كذبة مضحكة، رونالدو هو اللي شايل النصر. لكنه برضو اعترف ان النصر مع رونالدو ضيع الدوري مرتين، والسوبر 3 مرات، وآسيا قدام العين، وكاس الملك مرتين، رغم انه قدر يجيب لهم البطولة العربية الودية. وفي وسط كل الجدل ده الصحفي الرياضي السعودي عبد الكريم الزامل كتب تعليق مهم بيقول فيه: رونالدو لمباريات الاعتزال فقط، مع الاحترام لجماهيره، هذه سنة الحياة، إذا أردت البطولات عليك أن تلعب مكتمل العناصر، غير هذا فالنصر هو فريق تسويقي، النصر يحتاج مدرب لا يجامل. وده معناه أن وجود رونالدو في الفريق بقى مجرد قيمة تسويقية أكتر من أنه لاعب قادر على صنع الفارق وتحقيق البطولات. أما الناشط جاسم فكتب وقال: رونالدو يستمر بإضاعة البطولات على النصر منذ قدومه، لكن لا حياة لمن تنادي. وهو تعليق بيعبر عن إحباط كبير من أداء كريستيانو في الفترة الأخيرة. وصالح زود على الكلام ده وقال: كذبة مضحكة إن رونالدو شايل النصر، المنتهي ضيع الدوري مرتين والكاس مرتين وآسيا أمام العين. وده دليل على إن في ناس كتير شايفة إن رونالدو مش بيحقق التوقعات اللي كانت موجودة عند الجماهير لما انضم للفريق. في النهاية الجدل حوالين رونالدو مستمر، وفي ناس شايفة إنه لسه لاعب كبير وبيقدم كل اللي عنده، وفي ناس تانية شايفة إنه مش بيفيد الفريق بالشكل المطلوب، وإنه من الأفضل إنه يرحل عشان النصر يقدر يبني فريق قوي ينافس على البطولات. لكن الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها إن رونالدو سواء كان عبء أو إضافة لسه حديث الجماهير والإعلام، وأي حاجة تحصل في مستقبله مع النصر هتكون مثيرة للجدل ومحل نقاش كبير بين محبيه ومنتقديه.